3 دقائق. تكتب ازاي؟ ده احنا اتكلمنا 7 دقايق. اتفضل. أنا اسمي نبيل لك، صحفي مصري أعمل في الأخبار المرئية. الحين أطرح بعض التساؤلات. ده ملتقى في ورك شوب، ورشة عمل المفروض نوصل بينها لشيء. واحدة من النقاط المهمة هي علاقة المثقف العربي بالدولة. هل دور المثقف العربي هو دور المرآة أم هو دور المصباح الذي ينير الطريق؟ إشكالية تحتاج نتكلم فيها. هل المثقف العربي يقوم بالدور المرآة التي تعكس طلبات النظام وأجندة النظام، أم أن المثقف هو مصباح ينير الطريق للحاكم وللشعب؟ دي أول أشكالية. النقطة الثانية اللي حابب أطرحها للنقاش أيضا، ولا أدعي أن لدي إجابات حاسمة فيها، هو تعريف المثقف. هل بالضرورة أن يكون كاتبا ومؤلفا وشاعرا وأديبا وأكاديميا؟ وهل يمكن أن يكون عامل فني في إحدى المصانع أو الورش هو مثقف ويتمتع بهذه الصفة؟ هل هناك حصر لتعريف المثقف على من يتكلمون في الغرف المغلقة، أم أن المثقف هو نوع؟ النقطة الثالثة باختصار شديد، أولويات المثقف العربي، منظومة القيم في العالم العربي. بعتقد وأنا درست في بريطانيا وعشت 10 سنوات في بريطانيا وتنقلت في الخليج وفي أمريكا الشمالية كلها، فكرة المواطنة إذا وقفنا كلنا مع إعلاء شأن هذه القيمة المواطنة، أعتقد أن كل مثقف عربي يكون أدى دور كبير نحو مصر. شكرا جزيلا. شكرا. هل هناك أي مداخلات أخرى في نفس الموضوع ولا في موضوع آخر؟ موضوع المثقف؟ اتفضلي. تشرفت ان انا عملت حوارات مع كل ادباء الاهرام لوكاله انباء الشرق الاوسط ونشرت في كل الصحف العربيه. انا بتمنى من مؤسسه الاهرام انها تعمل كتب عن ادباء الاهرام كلهم وتتعمل مسلسلات عنهم بدل المسلسلات اللي هي بتهبط بالثقافه العربيه. الحقيقه المسلسلات بتهبط بالثقافه العربيه وبالحوار الثقافي. فأنا أتمنى من مؤسسة الأهرام إنها تنتج هي المسلسلات دي، لأن أنا لما كنت في مهرجان اسكندرية وبقول أحد المنتجين الكبار اللي هي مؤسسة العدل بيقول لي إن أدباء الأهرام ما يجيبوش، ما لهمش قيمة، وزعلت جدا من الكلام ده، وما يجيبوش إعلانات. فشكرا، أنا أتمنى هذا يعني ننشر الثقافة، لأن المسلسلات دي أكبر نسبة مشاهدة بتشوفها وهي ليس لها أي قيمة المسلسلات. شكرا. تفضل تفضل. أنا في نفس الاتجاه في الاقتراح اللي صار الآن، تناقشت البارحة مع اقتراح أنا جاي بذهني معه، هو إنشاء متحف لرواد النهضة العربية من اللبنانيين ومن المصريين، ويمكن أن يكون متحف في القاهرة ومتحف أيضا في بيروت. أتصور في معركتنا استعادة ذاكرة النهضة يكون عملا قد يفيد الجيل الشاب الذي نسي تماما من كانوا رواد النهضة العربية.
هيئة مداخلات أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. لم أكن أنوي الحديث في هذه الجلسة، إنما أستأذنك سيدي الرئيس أنه نظرا لتعديل جدول الجلسات وتأخر الجلسة التي كنت سوف أتحدث فيها، أن أتحدث لدقيقتين في هذا الموضوع. طبعا أضم صوتي إلى كل من تحدث، وأنا تعاملت مع هؤلاء المفكرين بشكل مفصل أثناء إعدادي درجة الدكتوراه في تاريخ الفكر السياسي في مصر في هذه القرن التاسع عشر. فرح أنطون، شبل شويل، نقول الحداد وآخرون. ربما السؤال ولم يقترب من كلمة أخي الدكتور سيف في معنى أن تكون مثقفا عربيا وأننا نعيش في عالم مضطرب. يمكن القول أن الاضطراب هو السمة الرئيسية لعالم اليوم، سواء على المستوى العالمي أو المستوى الإقليمي. على المستوى الإقليمي الاضطراب يعني عدم اليقين، يعني أن كل السيناريوهات مفتوحة، يعني عدم التأكد من المستقبل، ويعني حالة من التوهان والبحث عن الطريق. أتصور أن هذا الاضطراب في عالمنا العربي الآن له عدة سمات. السمة الأولى صحوة الإثنيات والهويات الفرعية، ومن أخطر الظواهر التي نراها اليوم هو المثقف الطائفي. تراجع المثقف القومي والوطني وازدياد نغمة الطائفية المذهبية في الخطاب الثقافي. مرتبط بهذا التطور آخر تراجع منطق الدولة لصالح منطق الحركة أو الميليشيا، وازدياد ما يسمى دور الفاعلين غير الرسميين. تطور ثالث الممارسة الممنهجة للعنف كأداة في العمل السياسي. عنف يرقى أو ينحط إلى مستوى البربرية والهمجية. ثم ما أشير إليه في التطور الرابع التدخل الأجنبي السافر، عسكري وسياسي واقتصادي، يرافقه تفكك عربي ظاهري وباطني. النتيجة التي أريد أصل إليها، نحن نتحدث عن نهضة عربية. النهضة العربية تستند في الوقت الآن إلى وجود الدولة الوطنية. إذا تهددت الدولة الوطنية لا مكان لا لثقافة عربية ولا لنهضة عربية. والدولة الوطنية العربية مهددة اليوم، مهددة من الداخل في حكم الطوائف والمذهبيات والهويات الفرعية، ومهددة من الخارج من خلال الحروب بالوكالة وتزويد المال والسلاح والتدخل. وأعتقد أن أحد المهام الرئيسية للمثقف العربي اليوم الحفاظ، الدفاع عن وجود الدولة العربية وليس عن وجود نظام بعينه. إذا سقطت الدولة العربية سقط معها كل شيء، لا نهضة ولا ثقافة ولا اقتصاد. وبالتالي الخط الرفيع للمثقف العربي كيف تدافع عن الدولة العربية، عن وجودها، وفي نفس الوقت تنتقد تجاوزات مؤسساتها إذا فعلت ذلك. الحفاظ على الدولة هو ضمانة لأي شيء آخر، ثقافة أو نهضة أو اقتصاد أو تقدم. أشكرك سيدي. شكرا يا فندم، شكرا. لا ما خلصت الجلسة. انتهت الجلسة. لا الجلسة انتهت. في واحد طالب الكلمة من الأول. مين اللي أنهى الجلسة؟
لحد تاني رئيس الجلسه هنا؟ حاجه غريبه أوي. رضوان معلش اذا كان دي رغبتك بس. هو رئيس كل الجلسات. لا معلش متاسفين يا استاذ رضوان، لازم على الاقل الساده يجيبوا على الاسئله التي طرحت عليهم. فاعتقد انه في واحد. اتفضل يا فندم، ده اخر متحدث، وبعدين هندي للاساتذه اللي موجودين على كل واحد برضه 3 دقائق ان هو يجاوب على الاسئله التي طرحت عليه. اسمي نبيل كامل، قائم بعمل في الصناعه، انما خريج اقتصاديه واحد مؤسسي جمعيه الصداقه المصريه اللبنانيه. سؤالي قبل ما اقوله بس علق على حاجه قالها الدكتور علي، ان احنا محتاجين نعرف الدوله اولا قبل ان ندعو الناس للمحافظه على الدوله. احنا في حاله سيوله شديده في المفاهيم في كل شيء. فاعتقد انه واجب المثقفين الان ان هم كلهم يتكلموا في اتجاه واحد لتعريف الدوله. لان الناس يختلط عندها الدوله في امور ومن ثم يمكن اصلاح هذه الدوله والمحافظه عليها شرعا، وانا اوافق عليها. الامر الاخر، انا استوقفني كلمتين قالهم الدكتور جلال عبد الفتاح وهو بيقدم هذه الظاهره الثقافيه الصبح. الدكتور نبيل قال ان لما قامت ثورات الربيع العربي توارى المثقفون وظهر النشطاء السياسيون والدعاة الدينيون. أنا سؤالي، هل ثقافتنا ومثقفينا بهذه الهشاشة حتى أنهم يتواروا مجرد ناس تطلع سواء كان النشط السياسي أو مصطلح جديد للنشط في السنة الأخيرة إلى جانب الدعاة الدينيون؟ الشيء الآخر، إن قدر الانحطاط الذي نعيشه في العالم العربي قاطبا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وإنسانيا، كيف يراه المثقفون وما قدموه من ثقافة في 50-60 سنة الأخيرة التي لم تنبت شيء غير هذا الذي نعيشه فيه. أقدر جدا جدا الظروف التي مرت بها كل البلاد العربية. أقدر جدا جدا أن للمثقفين كان هناك ضحايا. إنما ما أرجو هي إعادة التعريف. الآن المشكلة أن كل شيء عندنا في غاية السيولة، وليس هناك تعريف واحد، مش عايز أقول واحد حتى واضح مجمع عليه من في أي ناحية من النواحي. الإنجليز كانوا يقولون زمان الشيطان يكمن في التفاصيل. حقيقة الأمر اليوم أن الشيطان يكمن في التعاريف وليس في التفاصيل. هنخلي الدكتور يعرف لنا الدولة الوطنية، بس الأول ندي فرصة للدكتور أنطوان سيف في إنه مرتبط بالسفر، في إنه هو يجيب على الأسئلة المتعلقة بالموضوع. شكرا حضرة الرئيس. النهضة العربية ليست خيبة ولا سقوطا، هي مزيج من إنجازات كبرى يجب أن نراها دائما، وانقلاب حصل كبير في حياتنا العربية. وأهمها هي المؤسسات الحديثة، إن كانت مؤسسات رسمية أم مؤسسات مدنية. الدولة بحد ذاتها هي إنجاز حديث، الدولة السلطانية انتهت. فلذلك عندما نعمل نوع من تقييم نحن إلى هذه الإنجازات يجب أن نأخذ الدولة بصيغتها المطلقة وأن نميزها، وهذا سمح لي الرئيس اتلوها عليكم، أن نميزها عن السلطة الحاكمة. السلطة الحاكمة هي سلطة دورية، إن كانت دورية بطرق ديمقراطية أم دورية بطرق غير ديمقراطية، هي دائما دورية. ولكن الدولة ثابت أساسي، واليوم تتعرض إلى نوع من خطر داهم وكبير يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار. إذا نحن أمام مشروع كبير سأسميه أنا، إذا لم أتخلى عن النهضة وإنجازاتها، سأسميه النهضة العربية الثانية. هناك نهضة عربية مقبلة سندعمها. هي نوع، دائما كان يقول هابرماس إنه ما هي الحداثة؟ الحداثة هي مشروع غير منجز تماما مثل النهضة هي مشروع غير منجز وننجزه نحن بشكل عام.
كلمة مثقف بحد ذاتها هي مشكلة بالثقافة الغربية. يلي عندهم ثقافة لاتينية فرنسية، يعني سارتر نظر لها وإجا بعد منها إدوارد سعيد بصور المثقف ونظر لها تنظير كبير. فوجئت أن إدوارد سعيد ينتمي إلى الثقافة الأمريكية، ما عندهم بالثقافة الأمريكية شيء اسمه مثقف. يعني الانتلكتشوال بحد ذاته هو إما عضو بحزب، وبحزب هو الذي يقوم بكل الإنجازات التي يطرحها عن طريق أدوات مؤسسية معترف بها، وكل الحياة السياسية الحزبية الغربية بالدول الليبرالية هي تعددية حزبية يجب أن تقوم على الأساس. فعنده النقابات. النقابات هي قوة ضاغطة إذا كانت لم تكن بالسلطة. عند الإنجليز دخلوا حزب العمال يلي هو أصله زعماء نقابات فيها، لأن اعتبروا أنه هذه السلطة السياسية عندما تأخذ قرارا تحت ضغط ما. إذا كان الضغط القوي معناتها بيكون النسب المئوية للخارج السلطة عندهم حصة في القرار يلي أخذته هذه السلطة. هذه هي الديمقراطية اليوم، وربما لعشرات السنين القادمة، أي هي مشاركة في السلطة شئنا أم أبينا. السلطان بحد ذاته المعاصر حتى كيف ما اتهمناه بحد ذاته يعيش دائما تحت ضغط قوي اجتماعي وشعبي وخوف من الضغط الشعبي. إذا هذا الشعب موجود بقلب القرارات تبع السلطة، يجب تنظيمها. ثالث شغلة هي قضية المثاقفة. المثاقفة في عندها أعداء اليوم بالعالم العربي، كنا نسميها غزو ثقافي وكنا نتوجه منها شرا. اليوم لا نهضة تقوم إلا على مثاقفة. النظرية أنا اللي وضعتها من دون ما أحط الاسم هي نظرية عالم اجتماع فرنسي اسمه روجيه باستيد. عامل شيء في يقول إنه اليوم ماذا يجري في العالم؟ فلسطينيين بيسافروا على أمريكا، لبنانيين، مصريين، اللي بيروحوا بيجوا، ولكن هذه كلها مثاقفة عشوائية. المثاقفة المبرمجة وضع أسسها محمد علي، عمل بعثها للغرب بأهداف محددة، تجيب علوم، تجيب معارف، تجي بتطور الثقافة المصرية والحياة المصرية بأكملها. أنا بلاقي إنه هذا النموذج على بدايته هو الذي يجب أن يستمر اليوم. العولمة تعطي حدود مفتوحة، ما عاد في نحن ندعي إنه والله العلوم ممنوعة علينا. كل الباكستانيين عاملين أنابل ذرية هون، كلهم خريجين أمريكا، وما حدا سألهم منين أنتم جايين ووين رايحين. فلذلك أنا بقول إنه نحن في عالم بدنا نعرف كيف نتداول معه. الظلم بضل ظلم موجود، ولكن بالضبط الديمقراطي المنظم هو الحل الوحيد، وإلا جربوا غير طريقة وشوفوا الدمار يلي موجود بالعالم العربي. الهجوم على السلطة بهذه الطريقة أينما كان عملوا حساب ربح وخسارة. أنا عم بحكي كلبناني، أنا كلبناني 15 سنة حرب نحن. أنا مستشهد بشخصين، بحسن صعب وبمنح الصلح. حسن صعب عملنا مؤتمر هيئات ثقافية في لبنان، قال أولا تضعون برأس الرقم واحد وقف الحرب وقفا فوريا، وهذه وضعتها منها. منح الصلح حكي عن اللبنانية الصعبة ورجع سحبها، وعروبة سحبها على العروبة الصعبة، وكأنه كان يستشرف، مش انه بنكب نحن شعارات عروبة عروبة والحقونا يا اخوان، لا، في خصوصيات يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار. وفكرة المواطنة هي فكرة اساسية تقوم على المساواة. اهم قيمة موجودة في هذا العالم المعاصر، في عالمنا نحن المعاصر، في ثقافتنا، هي المساواة بين البشر بصرف النظر عن كل الفروقات الاخرى. هاي ما كانت موجودة سابقا. يعني ما في واحد ماضوي واحد سلفي يقول بلا موجودة عندنا هذه، أو بيقول في نص كذا وكذا. ما في نصوص كل الناس مثل بعضها، ما في. هذه قيم حديثة يجب أن نكون جريئين، نقدر نميز بخط فاصل بين القديم والحديث، مثل ما نميز بين الدولة العربية الحديثة والدولة السلطانية اللي موجودة قبل. شكرا. أعتقد الدكتور محمود كان لك تعليق في دقيقتين أنت قلت. طيب لا انا يعني ما عنديش كلام كبير في هذا الوضع، بس احب ان اقول شيئين بسرعه. ارجع اؤكد على ان لا فصلا كاملا بين الفكري والسياسي والاجتماعي.
وإن كان ليس هناك أيضا تماهيا كاملا بين الفكري والسياسي والاجتماعي. مش يعني ما في يعني ما جرى في أوروبا جرى على جميع الأصعدة وإن تفاوتت. يعني لا يمكن ديمقراطية بدون تعليم وبدون طبقة وسطى وهذا الكلام. يعني بنكون عم نتخيل أمور. نمرة 2 كمان ملاحظة بسيطة جدا ولكن تقول الكثير بعد ما سمعنا كل هذا الكلام. أنا بدي أقول لكم شيء واقع. الآن حكينا عن الهلال وحكينا عن الأهرام وحكينا الآن في لبنان، هذا عدا عن باقي الدول العربية، ليس هناك، لا توزع مجلة الهلال، لا يوزع كتب دار الهلال، غير موجودة. كتب الأهرام غير موجودة. الكتب المصرية لم تعد تصل. في مكتب للهيئة المصرية العامة يعني يشتغل، ممكن بعد 2 يجيب الكتاب اللي صدر في مصر. فإذا في تساقط بين مصر ولبنان خلينا نفعل هذه المكاتب. يعني الجريدة طبعا ما لهاش ضرورة. يعني الأهرام بعتقد عملت طبعة عربية لم تنجح لأنه مش ضروري يعني مثل الشرق الأوسط والحياة. بس بالكتب لازم يكونوا متوفرين. شكرا. دكتور جابر اعتقد له تعليق. اعتقد انا بس كنت عايز اقول تعليق على كلام الدكتور أنطون سنان لكنه للاسف خرج. يلا، هو اللي انا عايز اقوله مرتبط بالجمله اللي كررها على لسان هابرماس، انه هي الكلمه عن الجمله عن الحداثه وعن التنوير. هابرماس بيقول انه التنوير مشروع مستمر وانه الحداثه ايضا مشروع مستمر. لكن معنى هذا ايه؟ معناه لو طبقته على النهضه مشروع مستمر، لكن لا يمكن اعيدها سنه 2016 بنفس القوانين والشروط اللي كانت موجوده عليها في القرن ال19. مستحيل، لان الزمن غير الزمن. خذوا مثلا على سبيل المثال من الطليعه اللبنانيه التي جاءت في مصر لتؤسس مع الطليعه المصريه مشروع النهضه. خلاص مش عندنا الطليعه دي الان. هي لا تنتقل من لبنان الى مصر، لا هي تنتقل من لبنان الى الخليج. خدوا بالكم الزمن اتغير. طب اعمل ايه؟ انا عايز نهضه، والنهضه دي يشارك فيها المثقف اللبناني مع غيره من المثقفين العرب في احداث نهضه، مش في مصر بس، في كل الدول العربيه. هنا بقى لازم افكر في شروط، انه لازم يبقى فيه وحده بين المثقفين العرب الطليعيين بالضروره، وهذه الوحده بين المثقفين العرب تكون على ميثاق ايه؟ تأسيس الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة. 2 الاعتراف بالآخر، الفصل بين السلطات، احتراف الإرهاب الديني، المجادلة بالتي هي أحسن، إلى آخر المجموعة المبادئ والقوانين التي تقوم عليها الدولة المدنية الحديثة. لأن المشكلة إيه؟ إن الدولة المدنية الحديثة اللي كل الناس بتتكلم عنها غير موجودة، وهي تنتهك كل يوم. ولهذا نحن لن نعيد نموذج القرن 19. علينا أن نفكر في نموذج جديد يرتبط بهذا العالم المهبب اللي احنا عايشينه. شكرا. دكتور علي، هل لك تعليق كمان؟ حضرتك تحب اعرفه الدوله؟ عرفه لان هو كان طلب تعريف الدوله. يعني الدوله مفهوم قانوني وسياسي. بنقول الدوله مفهوم قانوني وسياسي. كلمه الدوله الوطنيه ترجمه لكلمه نيشنز، يعني هو مش وصف في دوله وطنيه ودوله غير وطنيه، انما هو تعريف لشكل الدوله الحديثه اللي تبلورت بعد معاهده وستفاليا 1648 واللي هي حدثت بعد الحروب الدينيه، حروب ال30 عام. الفكره الاساسيه فصل الدوله عن اي تنظيم ديني او عن اي ديانه واحده. الدوله تعتمد على عده اركان اساسيه، وجود اقليم وحدود. لو
بقول الدولة المصرية أقصد الحدود المصرية تستند ثانيا إلى الشعب. لا ما فيش مجادله. هترجاك تطلب الاسم، هترجاك ما فيش مجادله مباشره. تطلب الاول وبعدين اتفضل. انا لا اتكلم عن الدوله كما تدرس في كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه. انا اتكلم عن مفهوم الدوله كما يصل للناس جميعا، الشعب المصري او الشعوب العربيه. نتكلم عن مصر 91 مليون بني ادم، لازم يبقوا فاهمين الدوله دي يعني ايه عشان يحافظوا عليها. تتكلم عن الدوله ولا عن الحكومه؟ عن الدوله. الحكومه شويه موظفين تنفيذيين اساءوا او احسنوا، اخطاوا او اصابوا، ده قصه مكتوب عليها وتكنيكالي ممكن كل وزاره تتحاسب. انما احنا بنتكلم عن الدوله اللي هي فعلا زي ما قال الدكتور علي، هي دي اللي لازم نحافظ عليها. اذا كنا هنحافظ على الدوله على مستوى المثقفين فقط او على مستوى النخبه فقط، فاحنا ما عملناش حاجه خالص. الدوله لازم لها مفهوم. ما سمعناش يصل كلمه لكل فقط واحد من في حد بيته. على وجه الاطلاق. فقط دي سيادتك اللي بتقولها، انما لا الدكتور علي قال فقط ولا اي حد قال فقط. اتكلم عن دور المثقفين، ممكن ان تكون هناك ادوار اخرى غير دور المثقفين. انا متاسف جدا، لازم اعلن نهايه الجلسه. شكرا. اعتقد كانت جلسه موفقه، واعتقد ايضا انه من واجبي ان اشكر كل الذين ساهموا في انجاح هذا اليوم. من واجبي ايضا ان اوجه الشكر لدوله الرئيس، لان دوله الرئيس النهارده بالفعل قدم لنا خطابا شاملا وعميقا، خطاب للضمير المصري وخطاب للضمير اللبناني، خطاب للضمير العربي، خارطة طريق للمستقبل، وضع ايده على كل المواجع. شكرا يا دولة الرئيس، ونراك دائما في الأهرام في مناسبات من هذا النوع، وشكرا جزيلا.